الإثارة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لمتعة العالم. موفيتش المدافع اكيد ينتقل للنهضة البركانية. إيرفي الموسم الكبير الوادي، ترفعت الكرة دي فرصة تصدي وتدخل للمدافع بيبي من فريق اتحاد طنجة بعد المراوغة ديال أحمد حمودان لأنس أزنيتي. فرصة كانت يعني سريعة لاتحاد طنجة. احمد حمودان السرعه ديالو كانت يعني هي اللي عطات الفريق اتحاد طنجه. نتابعوا ما كاينش هناك تسلل تمريره بل سيلفا سانتوس وحمودان. لاحظوا السرعه، لاحظوا الانطلاقه، دخل داخل المعترك يراوغ، ثم هناك عرقله. الحكم لم يتردد في الاعلان عن ضربه جزاء لفائده فريق اتحاد طنجه، وبالتالي فرصه من اجل افتتاح نتيجة هذه المواجهة. هناك انذار اكيد لانس ازنيجي. المهدي النغمي هو اللي غادي يتكلف باكيد تنفيذ هذه ضربة جزاء. المهدي النغمي اللي مسجل 10 ديال الاهداف ورفقة فريق اتحاد طنجة. اكيد فرصة من اجل تسجيل الهدف الاول في هذه المباراة. انس زيتي كيطلب من الحكم بانه المهدي النغمي يوضع الكره في مكانها. الحكم اكيد في حديث مع انس زيتي، وهذه كتكون اكيد طريقه من الحراس اللي عندهم تجربه حتى انهم ياثروا بعض الشيء على منفذ ضربه جزاء. المهدي النغمي اكيد غادي يوضع الكره في مكانها. المهدي النغمي اذا ضربه جزاء لفائده اتحاد طنجه. المهدي النغمي وجه لوجه مع الحارس انس زنيتي، كيسداد وكيسجل الهدف الاول لفائده فريق اتحاد طنجه اللي كيجي في حدود الدقيقه 11 بواسطه المهدي النغمي من نقطه الجزاء. وبالتالي الفريق الزائر كيد يتقدم في نتيجه المباراه، واللي غادي يخلينا نتابعوا لقاء كبير بين الفريقين. نتابعوا التسديده قويه في الجهه اليمنى لمرمى الحارس انس زيتي اللي مشى لنفس الركن ولكن ما تمكنش. اكيد غتكون زكريا حدراف التمريره، الكره ما خرجتش، بالتالي محسن ياجور انتظر يمكن الصافره زكريا حدراف التدخل امام محسن ياجور، ولكن الحكم محق الرجاء ولكن لم يتم الاستثمار حتى الان. وصل على مستوى الضربات الثابته اللي تحت لفريق الرجاء. تلعبت كره دائريه، تدخل ديال رضا التقناوتي والحكم كان على الخطا. كان تدخل امام الرجاء على مشارف مستطيل العمليات، كان تدخل ديال اللاعب المدافع اسامه غريب. نتابعوا هذه الفرصه هي الاخيره في الوقت الاصلي للمباراه في انتظار الوقت البدل الضائع اللي غادي يعلن عليه الحكم الرابع. فرصه لفائده فريق الرجاء من ضربه ثابته وراء الكره. عبد الرحيم شاكير هنا كنتابعوا المراوغه ديال زكريا حدراف، كان تدخل بالفعل ديال اللاعب والمدافع اسامه غريب. غريب اكيد اللي كذلك كيعرف هذا الملعب لانه حمل الوان فريق الوداد. عبد الرحيم شاكير كينتظر الصافره ديال الحكم. عبد الرحيم شاكير رفع الكره، هذه فرصه لفائده فريق الرجاء، دائما الخطوره ولكن الكره كتخرج خارج ارضيه اخر. هنا كنتابعوا اكيد الزاويه اللي كذلك كان بامكانها تعطي هدف. لاحظوا المتابعه ديال محسن ياجور هو اللي سدد الكره، كان الى جانب اسماعيل بن محلم، وبالتالي الكره كتمشي. دائما كينتظر المسانده او التسديد، كيسدد سيده كره في القائم، دائما محاوله والهدف. الحكم رافع الرايه، الحكم المساعد رافع الرايه معلنا عن وضعيه تسلل لمحمود بن حليم. كانت فرصه من اجل تسجيل هدف التعادل في بدايه هذه الجوله الثانيه. كانت تسديده قويه لمحسن ياجور، الكره كتصطدم بالقائم الايمن. لاحظوا المراوغه هنا التسديده محمود بن حليب الصوره واضحه في وضعيه تسلل. رضا التقناوتي لمس الكره كتصطدم بالقائم ومحمود بن حليب كيوضع الكره في الشباك، ولكنه كان في وضعيه تسلل وكان متسللا
مابيدي حيدا في هذه الجوله الثانيه بعد الفرصه ديال محسن ياجور. الرد جاء سريعا من المهدي النغمي بعد التمريره من البرازيلي سيلفا سانتوس، والكره كتمشي فوق مرمى الحارس انس لفائده فريق اتحاد طنجه. خروج الى زديتي، خروج في المكان والتوقيت المناسبين. كان هناك انزلاق طيب داخل المعترك وتدخل ديال المدافع في هذه الزاويه، والضربات الثابته بامكانها تكون حل من الحلول. هذه فرصه بدر بانون دائما فرصه لفائده فريق الرجاء. منير عبادي كيسدد ولكن زيده. هذه فرصه والهدف، وهدف التعادل، هدف التعادل لفائده فريق الرجاء، والمسجل والموقع هو محسن ياجور اللي كيتمكن ان يوضع الكره في الشباك. اذا 1-1 بين الفريقين. قلت بانه الرجاء افضل في بدايه هذه الجوله الثانيه. نتابعوا من جديد التمريره بواسطه لاعب عبد الرحيم الشاكير. كانت المتابعه ديال محسن ياجور كيتمكن انه يوضع الكره بعد ما كان يعني عبد العظيم خضروف كان هناك يعني لاحظوا التمويه بالراس ما وصلش الكره. محسن ياجور يعني